يا صباح الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى صباح الفسح، صباح الحاجات الحلوة. النهاردة انا سبت كل حاجة رميت كل حاجة رغم ان انا الحماس هيقتلني عشان افرش معاكم الصالة والاوض. انا خلصتها فعلا يعني، بس نفسي قوي ان انا اصور وانزل وكده. في شوية حاجات فاضلة ناقصة، الا اني سبت كل ده ورميت كل ده وخدت الولاد وحاولت ان انا اطلع بيهم يوم من كل اللي حصل ومن كل اللي عدى ونروح نتفسح فيه. طيب احنا رايحين فين النهارده؟ احنا رايحين الساحل. قلت لكم ان في رحلات عندنا بتطلع حلوه قوي تبع شركه سياحه، وكمان سعرها حلو وكده. فاليوم ده يعني هو يوم الساعه 6 الصبح لحد روحنا حوالي الساعه 1 بالليل. بس الفسحه كانت حلوه ولطيفه والميه كانت نظيفه قوي وحلوه، بس كان فيها بقى سحب ومد وجزر كتير وموجه. المهم بقى بدأنا اليوم كده زي ما انتم شايفين. طبعا الشط كان مسموح فيه دخول سناكس خفيفة، يعني انا خدت معايا زي ايه مثلا. بص بقى الخفيف بالنسبة لي انا ايه عشان الولاد يعني. خدت بقى كيسين 3 سندوتشات، عملت لهم بقى حشيت لهم جبنة رومي وقشطة، وعملت كمان سجق بيض، وخدت لهم باتون ساليه، حبة محترمة كده، كيس محترم، وشيبسيهات وعصاير. وخدت كمان علبة كيكة وعلبة بسكوت، عشان طبعا احنا هنقعد طول اليوم وكده. فزي ما قلت لكم الشط ده قالك مسموح ما يدخلش اكل يعني كلها سندوتشات كده، وقلت لهم ماشي خلاص، هي دي بقى السندوتشات بالنسبه لي. وحضرت كده الولاد وما خدتش حاجه معايا ياما ولا هدوم ياما ولا كلام من ده، كل واحد لابس المايو بتاعه تحت الطقم وغير يا دوبك بس داخلي كده لما يخلصوا وخلاص على كده. ورحنا بقى، وعايزه اقول لكم الجو كان تحفه والمناظر كانت جميله، وكان في فسحه كمان اخر النهار هتشوفوها برضو معايا. رحنا العلمين، فكان الجو حلو يعني. انا قلت بس افصل اليوم ده عن يوم المرمطه. وعايزه اقول لكم لما روحت بقى دخلت في المرمطه برضو، يعني انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو ده بعد ما روحت دخلت بقى في المرمطه برضو بتاعت الشقه. والله انا بفرش كل ده لوحدي. عايزه اقول لكم ان انا روحت كل رجل، يعني انا حاسه ان انا رجليا قد الفيل. معرفش ايه موضوع الايام ده، هي رجليا بتورم جدا جدا احس انها مش رجلي، هي رجل حد تاني غيري بس الحمد لله. مش عارفه ده سببه ايه، هروح اكشف. بس انا قلت ايه، انا هسيب كل حاجه. لا انا يعني ايه اللي هفصل، انا عايزه افصل عشان اقدر اكمل. لان الفرش ده كله انا بعمله لوحدي، كمان حجز دروس الولاد وكل حاجه كل حاجه تتخيلوها انا بعملها. ببقى بصوا يعني حاسه ان انا كنت حاسه ان انا مضغوطه قوي. فقلنا بقى اليوم ده هيرفه عننا. وصلنا هنا بقى الشط، طبعا الولاد من ساعه ما رحنا يعتبر وصلنا على 9 الصبح، من الساعة 9 لحد 7 المغرب وهم في المية. اطلعوا ما طلعوش. الرملة بتاعت الشط كانت حلوة قوي، بس برضو بتلزق قوي يعني، ما كانتش راضية تطلع من الشعر خالص. دخلت طبعا يعني لابسة البونيه. عايزة اقول لكم ان انا اول ما نزلت المية مع اول موجة بس اللي جابتني خدتني كده ايه، واحدة باور سليم 2 3 ورا بعض طلعت ما لقيتش البونيه بتاعي، بس مسكته برضو من المية لا بجد، رحت قلت محرمه بقى. قلت لهم انا كل ما بدخل البحر البحر بيكرشني بره، انا ما خلاص مش عايزه ادخل. دخلت اتعلمت الادب وطلعت تاني. قلت يا ريتني ما نزلت صراحه، ما عرفتش اعوم. طبعا هم ولاد فبينطوا في الموجه سهله، بيعملوا سهله، كلام بالنسبه لي ما قدرتش، حاسه ان مجهود زياده. قلت لهم اطلع بقى نتمشى اشرب حاجه. طبعا المرجحه دي كانت حلوه قوي للتصوير، وانا كمان ركبتها بس ما يعني خفت عليها، انا خفت على المرجحه تاخدني وتقع. ف هما مرتين تلاتة كده ونزلت. محمد بقى هو اللي اتصور عندها، وتصور كمان بتاع ده كان الولاد بيلعبوا فيه. بس هنا بقى يعني كنا خلاص غيرنا بقى ولبسنا. بصوا محمد اسمر فوق سماره سمرين، عايز يتصور. يا ابني ما تقعدش هنا، قال لي انا عايز اصور جوه طب جوه بعد ما غيرنا ولبسنا؟ لا. وصورت هنا كمان. طبعا الولاد التانيين كانوا في المية مش راضيين برضو يخلصوا، يعتبر اخر 2 لبسوا بالنسبة لي ادم ورؤية، بس انا كنت خلصت وغيرت. انا بقول لكم هم 5 دقايق والبحر كرشني واتعلمت الادب، وقلت خلاص ماناش نازله. بس كفايه بس القعده. الجو كان حلو، الناس كانت لطيفه قوي. بتوع الكافيتيريا برضو هناك كويسين جدا جدا. الاسعار ما هياش طبيعيه ومش غاليه قوي برضو، يعني وسط. شويه بقى الفيلا اللي هناك، حبه فيلا حلوه قوي، بس انا لفت نظري فيلا قديمه
يعني فيلا اصلا قديمه، مش زي الفيلا الجديده. انتوا عارفين طبعا انا بحب الحياه القديمه قوي، بس كميه هدوء وراحه يا جماعه. شايفين الهدوء؟ حبه راحه كده وحبه هدوء يودوك في دنيا تانية. انا حبيت الفيلا دي رغم ان زي ما انتوا شايفين كلهم اجدد منها، يعني هي بالنسبه لهم نظام قديم، بس شويه راحه فيها ونظافه وقعده حلوه. بص صاعق الناموس وكشاف فوق والورد والجناين جميلة. حسيت ان إيه الهدوء ده، انا محتاجة اقعد في البيت ده سنتين تلاتة من كتر الهدوء اللي فيه. والجنينة تجنن، عايزة بقى فيها كراسي كده وترابيزة وقعدة حلوة تبقى جنان. بس المهم بقى هنا كنا ركبنا ومشينا، طبعا نمت في الاتوبيس كده لقيتهم بيصحوني يقولوا لي ايه يلا بينا احنا وصلنا العلمين. طب يا جماعه انتوا ما روحتوش؟ قالوا لا احنا رايحين المول اللي هو بتاع ال سعود ده نشتري حاجات ونتصور. فقلت فرصه، كنت بقى عايزه اشتري كمان سناكس الولاد، كل اللي كان معايا كان خلص متسألوش ازاي، طبعا البحر بيجوع والولاد طول النهار داخلين طالعين في الميه. فقلت لا خلاص بقى انزل اجيب لهم بقى عصير، وجبت لهم كمان سناكس كده شيبسي وحاجات. وقلت بقى ندخل كمان ونصور جوه. الدنيا جوه كانت جميله بشكل مش طبيعي، كانت حلوه قوي، الجو كان تحفه. المكان كان حلو قوي بالليل وبعدين احنا دخلنا بقى المول احنا بالليل اهو زي ما انتم شايفين، بس لما تدخلي المول تلاقي الدنيا بالنهار لان في سما صناعيه كده. بس مهما كان جمالها، هو جمالها ان هي ايه، جمالها في ان هي عامله ديكور حلو كديكور حلوه، بس مفيش سما في الدنيا زي السما اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى ابدا، ولا شبهها ولا زيها ولا تتقارن بيها ابدا. بس حلوة كديكور حلوة. دخلنا بقى، عايزة اقول لكم ان انا من كتر ما انا كنت منفخة الحمد لله، بس انا والله هعرف يعني ايه السبب، ما عرفتش اخد ولا صورة وتبقى عادلة يعني عينيا وكلي كده على بعض. بقول تقريبا شربت مية البحر كلها في الكم شقلبة اللي أنا شقلبتها دي. بصوا هنا بقى الدنيا قلبت بالنهار ازاي. اول ما دخلنا المول كان في سما صناعية كده تهيألك ان الدنيا بالنهار حتى لو احنا بالليل، يعني احنا هنا كنا حوالي الساعة 11 بالليل، ومع ذلك تحسوا ان الدنيا بالنهار وحلوة. فالديكور كان يجنن، حلو قوي. نظام البلكونات الوهمية دي جميل قوي، رايق في نفسه كده وحلو، فعجبني قوي يعني ملفت بالنسبه لي وكان حلو. والمول كمان كان حلو، اسعاره رخيصه جدا ارخص من بره. يعني انا جبت منه الكنز ب 11 جنيه. جبت منه اللي هو التايجر ده اللي هو شيبسي تايجر اكسترا نص، جبته ب9 بدل 10. يعني اسعاره مش اوفر ولا حاجه. كان في ناس تقولك لا ده الاسعار هنا اوفر، لا في المول ده كان عادي. واتفرجنا بقى على حاجات كتير قوي فيه ودخلنا اللي هو الهايبر اللي كان فيه برضو. ودخلنا محل موبايلات اشترينا منه باور بانك لان حنان التليفون بتاعها كان فاصل، ما كانش في شحن بقى خالص نشحنه، كانت محتاجاه قوي عشان شغلها. فجبنا بقى باور بانك جبناه من هنا ب1000 جنيه، بس حلو قوي، ماركته حلوة. وعايزة اقول لكم ان شحن التليفون فما فيش، يعني يعتبر شحنا التليفون ربع ساعة وكان معدي 36%. حلو شغال. ويمكن انا كنت مش عارفه 36 ولا 63، فكان حلو يعني تمام. فبس عجبنا بقى، صورت لكم شويه الحاجات ديت. وعايزه اقول لكم بقى ان انا كنت لابسه سليبر في رجلي اللي هو طالع موضه ده، وما ينفعش خالص في المول ده. كل طول ما انا ماشيه على مهلي قوي، بصوا حاسه ان انا هتزحلق، يعني انا هاخد كده هدر كده على ظهري اجيب من الاخر. بقيت ماشيه اللي هو، وحنان نفس النظام قالت لي المول ده عايز كوتشي كناش نعرف اصلا ان احنا رايحينه، وعايز لبس يكون ايه كوتشي وحاجات من دي عشان ما الواحد يعرف يمشي. فبس فانا وريت لكم اهو المنظر، قلت بقى افسحكم معايا قبل ما نروح للواقع الاليم اللي احنا فيه. هتقولوا لي واقع أليم، هقول لكم والله يعني انا ورايا حاجات في البيت كتير قوي عايزه اوريها لكم، وحاجات كتير نظام كتير انا عملته، حاجات عايزه اعملها. اما روحت كده لقيت قدامي عبايه كانت اصلا درس عندي من زمان، هتشوفوها دلوقتي كانت درس، والله العبايه دي مش عبايه، هي كانت درس وانا فكيته. فروحت اتصدمت بالواقع بقى، بالشقه اللي عايزه تتفرش، بالحاجات اللي عايزه تتشال، بي 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 بي. فلقيت نفسي
اتصدمت يا عيني والله كده، مش عارفة. لقيت نفسي بقول احنا رجعنا من تاني، وانا جيت هنا ليه تاني؟ انت رجعتوني تاني ليه يا جماعة؟ كنت خلونا هناك كام يوم ولا حاجة في الفيلا في الشاليه اللي احنا شفناه ده. فالمهم بقى هنا كنت عايزة احضر لهم عشاء، وكنت عايزة اعمل حاجات وكده، فقلت ابدأ يعني واعملها. وكنت عايزة اسلق اللحمة لتاني يوم، لانها تاني يوم كانت من الصبح بدري هبدأ انها افرش بقى فرش اللي هو الاساسي. ان شاء الله تشوفوا معايا في الفيديو اللي جاي وتشوفوا انا رتبت الدنيا ازاي. وبعدين بقى عايزين نبدأ ان احنا ناكل على السفرة بقى وننظم حياتنا. فده كله انا مش عارفه اعمله، يعني مش عارفه انزل لكم الفيديوهات ازاي ورا بعضها بحيث انها تبقى مترتبه وتبقوا شايفينها صح. فانا هحاول يعني ان انا اعمل كده من بكره. فبس فطلعت بقى اللحمه اللي كانت في التلاجة دي، لان انا ما كانش ينفع تستنى الليله دي على الرف، وفي نفس الوقت ما ينفعش اشيلها اجمدها وارجع تاني افكها. فقلت لا، اسلقها بالمره واما تبرد ادخلها التلاجة مش مشكله. فقلت بس هسلقها بالليل واروق شويه حاجات في المطبخ. وطبعا في حاجات ياما اتفرشت، في حاجات ياما طلعتها، في حاجات ياما استغنيت عنها، في حاجات ياما انا عملتها اليومين اللي فاتوا. وغسلت بقى الهدوم اللي احنا جينا بيها من الميه، طبعا جينا بهدوم، بالهدوم بقى المايوهات والكلام ده كله كلها مليانه ميه بقى مبلوله وكده، وكنت حطاها في الشنطه. فقلت بقى اشغل غساله عليا كده واغسلهم وانا واقفه. بس هنفرش بقى ونبدا حياتنا الجديده ان شاء الله، بالكتير قوي يا بكره يا بعده. ونبدا بقى اللي هو ايه، خلاص اقول لهم يا جماعه احنا خلاص يعني نبقى اسمنا خلاص خلصنا. فده هتشوفوا معايا في الفيديوهات اللي جايه. بصوا بقى، انا قررت ان انا اطلع التلاجة من المطبخ واحط مكانها الدولاب اللي انا كنت بقول لكم انا بفكر ابيعه، لان في حاجات كتير قوي انا عايزاها وخلاص الظرف اللي فوق اتملت ومش هينفع تحط فيها. فما قداميش حل تاني غير ده. قولوا لي برضو رايكم في الكومنتات، هستناه قبل ما اعمل الحركه دي عشان بس ايه ما اعملهاش وارجع اندم عليها. فانا مستنيه بقى رايكم. قولوا لي فعلا اطلع التلاجة واديها اوضه الصبيان هتبقى برضو جنب المطبخ، ولا اعمل ايه؟ هستنى بقى رايكم في الكومنتات. بس شوف، انا التوابل بتاعتي حطاها في كيس في التلاجة لحد ما افضيها. طبعا لسه ما فضيتهاش ولا حاجه، فعبال ما افضيها حطيها بقى في ايه، في كيس في التلاجة كده. خدت منها وتبلت اللحمه، وقلت بقى ايه هشغل الكتل بس ايه يغلي وافضيه عليها وكده واعمل بيها. بس عملت الكام حاجة دول من هنا وخلصت، ولقيت نفسي بقى خلاص اللي هو مش قادرة اقف اكتر من كده. يعني انا المفروض اصلا كنت اروح ما اعملش حاجة، بس انا ما قدرتش اسيب بالهدوم بالمية والحاجات دي وانام. فقلت لا خلاص بقى يا جماعة، انتوا اعذروني النهاردة، انا هنام وبكرة بعمل اللي انا عايزاه واكمل يعني، واوريكم كمان نظام الشقه عامل ازاي، واوريكم انا عملت ايه. فان شاء الله بكره من بدري بقى هصحى، كل واحد يروح الدرس ويسيبوني بقى انا اعمل اللي انا عايزاه واخلص اللي انا عايزه اخلصه. لان فعلا انا متعقده قوي من موضوع النقل ده خلاص. يعني اللي هو عايزه الشقه تبان او احس ان انا خلاص مش بنقل، ان انا خلاص خلصت نقل، ان انا خلاص ما ورايش حاجه. فده مش هعرف احس بيه الا لما باذن الله كده ربنا يكرمني واخلص كل حاجه. الناس بقى اللي قالت لي انت هتفرشي في ايه في الارض، فاستنوا بقى ما تتفرجوا انا فرشت الصاله ازاي وركبت رجلين الكنبه ازاي. هتشوفوا كل ده معايا ان شاء الله، وهتتحمسوا بقى لجوله في الشقه الجديده بعد ما تفرشت وبعد ما خلصت فيها كل حاجه. اكيد الحماس واخدكم، وانا الحماس قاتلني اكتر منكم، عشان حتى ارتاح وافتح الشقه كده وانبسط وهي كل حاجه في مكانها، كل حاجه ومترتبه. انا عارفه ان لغايه دلوقتي في شويه دربكه، بس غصب عني احنا كنا فين وبقينا فين. انا سلمت الشقه القديمه الحمد لله لصاحبها، وخلصت كل حاجه فيها وسلمتها له وهي مش سيئه ونظيفه، وما خدتش منها الحاجات اللي انا عملتها فيها، واي حاجه جايباها فيها سبتها له. والله ما رضيتش ان انا اخلعها. مثلا كنت جايبه الدش جديد، كنت جايبه القعده اللي هي بتاعه التويلت جديده، الحنفيات اللي انا ركبتها، طبعا السيراميك اللي انا كنت كل ده انا سبته، والله العظيم سبته كله. وقلت له يعني تمام، ما هو حاجه مش هتفيدني وهتفيد غيري ما فيش مشكله. هو راجل طلع ذوق جدا وخلاص، وسلمنا الشقه والمفتاح وخدت التأمين بتاعي واخدت بعضي بقى ومشيت. ومع الف سلامه، ونتقابل في فيديو جديد.